تفتكروا بقى هيبقى في فرق بين مطعم جاد ومصطفى جاد؟ انا دايما بسال نفسي السؤال ده، وهل هم اخوات فعلا وانفصلوا وفضوا الشراكه ولا ده حد سارق الاسم؟ وهو ايه الفرق بين جاد ومصطفى جاد اصلا طالما الاثنين واحد؟ بصوا يا جماعه، بما اننا في محطه الرمل ومش بعمل لكم فيديوهات فطار كتير، ففي حاجه بقى دايما بستغربها لما بكون في محطه الرمل، ان انا الاقي مطعم اسمه جاد والاقي ليه فرع تاني اسمه مصطفى جاد، وبجد نفسي اعرف ايه الفرق ما بينهم، وهل في فرق في الاسعار فعلا؟ واحنا كنا فرعهم الاثنين اللي في محطه الرمل عند سنترال المحطه، في وشه الناحيه الثانيه هتلاقوا المكان وهو مصطفى جاد، واظن مفيش حد في اسكندريه ما يعرفوش، على طول بيبقى زحمه كده بالشكل ده والناس كلها بتفطر من عنده. ده المنيو بتاعهم طلبنا من عندهم تقريبا كده 11 صنف، بس تحسهم بيغيبوا في الاوردرات سيكا. انا استنيت بالظبط بتاع نص ساعه مع ان المكان كان فاضي، بس الظاهر ان في اوردرات بتتعمل اوردر باي احنا جبنا بقى دلوقتي اول اوردر من مصطفى جاد، ويلا بينا بقى نطلع على سينما امير عشان نجيب من جاد الطبيعي بتاعنا. احنا دلوقتي بقى في شارع صفيه الزغلول، هنمشي قدام على اليمين عشان نروح للسينما. دلوقتي خلاص داخلين على جاد، ويا رب الاوردر ما يحصل فيه غلطه شبه ما حصل في مصطفى جاد. عند سينما امير الرصيف الثاني هتلاقوا المكان وهو مطعم جاد. هو ما كانش زحمه قوي، كنا عنده بالظبط حوالي الساعه 12، وكان شبه فاضي لان الناس كلها بتفطر من عنده الساعه 8. وده بقى المنيو بتاعهم، وطلبنا برده من عندهم 11 صنف شبه اللي طلبناه في مصطفى جاد. المكان كانت زحم شويه جوه بس اخدنا الاوردر. طلعنا بقى على المتحف الروماني، هم عاملين قاعده هناك هاديه. احنا جبنا دلوقتي 11 سندوتش من جاد، ونفس ال 11 سندوتش دول من مصطفى جاد. جبنا بقى 10 سندوتشات بتطلب من جاد، ونفس الكلام برده 10 سندوتشات بتطلب من مصطفى جاد. متى طول عمري بسال نفسي هل في فرق بين جاد ومصطفى جاد ولا لا؟ بس جه الوقت واخيرا وهنعرف بقى هل في فرق فعلا ولا لا. بالمناسبه يا جماعه، احنا جبنا اوردر من جاد وهو نفس الاوردر من مصطفى جاد، بس طلع في فرق في الاسعار مع انه هو نفس الاوردر. هنبدا اول حاجه بالفول، قلنا 5 سندوتشات من جاد ونفس الخمس سندوتشات دول من مصطفى جاد. هنشوف بقى الكواليتي والجوده تبقى عامله ازاي. بقى كده دول على جنب. جبنا بقى حاجه ساقعه مصري نشربها عشان الجو الحر اللي احنا فيه ده. وسالت بقى حد من اللي شغالين في جاد قال لي حاجات غريبه. هو الظاهر ان في غلطه في مصطفى جاد، في سندوتش فول ناقص وادانا بداله فلافل. نبدا اول حاجه بجاد، احنا قسمناهم كلها عشان اللخبطه، عشان هو الاوردر كله ملخبط في بعض. هنبدا اول حاجه الاسكندراني من جاد. تتبيله الفول الصراحه تحفه، تتبيله الفول حلوه، بصل فيه مش كتير، عجبني. جربه من مصطفى جاد تحسه متبهدل شويه، انا حاسس هنا حاطين قشر بصل، التاني حاسسهم حاطين بصل، مش عارف اطلع الفرق ما بينهم. نوع الفولايه اللي جاب بنستخدمها شايفها احلى وافتح من الفولايه اللي مصطفى جاب بنستخدمها. هنا حاسس بمراره البصل، هنا لا، فول زيت حار. طعم الزيت الحار خفيف جدا، كميه الحشو حلو، طعم الزيت الحار خفيف جدا. مصطفى جاد المفروض ان هو فول زيت حار، هو مش باين عليه، وطعم الزيت الحار واضح فيه سنه برضه بس هو مش واضح قوي. الاثنين يعتبر زي بعض. خش على ساندوتش فول وهو اللي بالليمون المعصفر، شكل الليمون اصلا باين من هنا، طعم الليمون واضح جدا. هم حرفيا جايبين ليمونه من المخلل وحاطينها جامد. طعم مصطفى جاد مفيش حاجه تدل ان هو بالليمون المعصفر، جاد احلى كتير. الحاجه بقى في الفول وهو الفول خلطه، حاطين فيه طماطمايه كبيره جدا، بس الطماطمايه دي مبوخه طعمها. تتبيله الفول الصراحه رايقه جدا. فول خلطه حاسه مجهد قوي، الفول مش مطحون قوي، حاسس طعم القشر. مش عارف ازاي في فرق ما بينهم اصلا، انا كنت متوقع والله العظيم الاثنين يطلعوا واحد. ده بقى اخر ساندوتش من جاد، مصطفى جاد ناسوا يحطوه، هنجربه لوحده. خش حاجه الساقعه عشان الجو وحش جدا بالليمون المستكر، طعمها غريب. هندخل على باكت البطاطس من جاد ومصطفى جاد. مصطفى جاد جاي معاه توميه تقريبا وكاتشب، جاد مش جاي معاه حاجه. البطاطس دول الاثنين ب 28 جنيه. اكتب لكم بقى اسعار كل السندوتشات اللي فاتت لان في لخبطه فيهم كبيره جدا. ده شكل باكت البطاطس من جاد، وده شكل باكت البطاطس من مصطفى جاد. في فرق اشكال رهيب بين الاثنين. على كده الاثنين دول نفس السعر. يا نهار ابيض، كل بطاطس كده كان شايل بطاطس كتير جدا. في بطاطس من مصطفى جاد ودي بطاطس من جاد، وبس فرق نوع البطاطس، بس بطاطس عاديه جدا مفيش بهارات حتى، معاش ملح. ده ندفع الفلفل. جبنا بقى 5 سندوتشات فلافل من جاد ونفس الخمس سندوتشات دول من مصطفى جاد. بصوا، هو بما ان ال10 سندوتشات فلافل كلهم نفس الستاندر، كلهم بالنسبه لي واحد، فاحنا هنجرب جاد لوحده ومصطفى جاد لوحده. انا مش عارف ده ساندوتش ايه بالظبط، هو فلافل بس مش عارف فلافل ايه. ودول بقى كده 5 سندوتشات فلافل او طعميه من جاد، هي احجامهم رهيبه. سيبنا الاوردر شويه لحد ما برد. جبنا الفلافل عند جاد رهيبه، اللي بالكيري دي تحفه بجد، حلوه قوي. في اللي جوه الفلافل، فلافل طريه اصلا وحلوه تحفه. شكل ال4 سندوتشات شبه بعض، المفروض 5 بس هم اتلخبطوا برده. مش نفسي افهم بجد ايه موضوع ان هم يتلخبطوا في الاوردر. ده شكل الفلافله وحجمها، ده حجم الفلافل دي غالبا الفلافل المخصوص، بس ما عنديش خلفيه الصراحه الفلافل المخصوص دي بيبقى شكلها عامل ازاي او تبقى ازاي، بس هي غالبا بتبقى خضره صافي حاجه شبه كده. عامل فلافل كبيره جدا. هي الفلافل بردت فانا مش عارف احدد طعمها ايه بالظبط. نجرب بقى الفلافل من مصطفى جاد، حاسها شاربه زيت قوي. الفلافل الكيري حلو من مصطفى جاد بس مش نفس عجينه جاد. عامه كده حلوه، فاضل 3 سندوتشات فلافل نجربهم، بس هي المشكله ان الفلافل بردت فانا مش عارف احكم عليها عشان بس ما نظلمش المكان، فهندفع المسقعه. الفلافل بالذات محتاجه تاكل وهي سخنه. اخر حاجه بقى هي المسقعه. الاثنين يعتبر نفس الطعم، بس ساندوتش المسقعه من جاد ب 18 جنيه لكن من مصطفى جاد ب 15. عامه ده بقى مش اعلان لجاد ولا لمصطفى جاد، احنا بس جبنا اوردر من هنا وجبنا نفس الاوردر من هنا وقلنا نعمل مقارنه ما بينهم. اصلا بحب مصطفى جاد، استغربت ان الكواليتي بتاعه قل اول فتره اللي فاتت. بس كده بقى، كان معاكم جو ناصر، السلام.